فعليًا حتى نستمع إلى أصوات هذه الانفجارات العنيفة والقوية جدًا عند منطقة حدود غلاف غزة، المناطق المستهدفة نير عام، سديروت، أبيم، وأيضًا مناطق أخرى في هذه الأثناء أيضًا صافرات إنذار تنطلق، وهذه أصوات الانفجارات التي نستطيع سماعها وإياكم لتصدي القبة الحديدية، أي منظومة القبة الحديدية الدفاعية التي تحاول إسقاط عدد من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة. لكن المشهد خلفنا مباشرة ربما يلخص الواقع. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، من ناقلات الجند، من سلاح المدفعية الإسرائيلي، في كل دقيقة تصل دبابة جديدة على طول محور الشريط الحدودي بين قطاع غزة. هناك حشودات، لكن لربما الأهم من ذلك، هناك 6 نقاط في داخل غلاف غزة تجري فيها اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وبين الجيش الإسرائيلي الذي يشتبك معهم. الاشتباكات تدور في أكثر من كيبوتس ومستوطنة إسرائيلية في منطقة غلاف غزة. بكل الأحوال حتى الآن لا يوجد تفاصيل سوى أن الحديث يدور عن أن المسلحين أو المقاومين الفلسطينيين تمكنوا من اختطاف عدد كبير من الإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين، ومن ثم يجري في هذا الوقت تبادل كبير لإطلاق النار بين هؤلاء المقاومين الفلسطينيين وبين الجيش الإسرائيلي. عند هذه المنطقة نلحظ بأنها الأقرب إلى منطقة زيكيم، و يعني مناطق أخرى في منطقة غلاف غزة. نتحدث عن واقع ربما لم نعهده ولم نشهده. يوم أمس كان أحدهم يخبرنا، وهو طبعا من داخل الخط الأخضر، يعمل سائق حافلة شحن، كان يقول بأن حجم المركبات العسكرية الإسرائيلية التي تم استحضارها واستقدامها من مناطق مختلفة لا يمكن وصفه على وجه التحديد. بكل الأحوال نحن نرى بأن الأمور آخذة في التصعيد الأكبر في المناطق الفلسطينية. لكن فعليا إذا ما تحدثنا عن منطقة غلاف غزة، منطقة غلاف غزة هي منطقة عازلة، كانت إسرائيل فعليا تركتها كخط مواجهة مع أو خط المواجهة الأول لحماية والدفاع عن المناطق الإسرائيلية. بقيت المستوطنات يعني التي يبلغ عددها قرابة 50 مستوطنة، تبلغ أو تبعد عن قطاع غزة حوالي 40 كيلو متر في محيط القطاع. هذه أو منطقة غلاف غزة أو عاطف غزة كما تسمى باللغة العبرية، تتكون من 3 مجالس إقليمية تابعة للحكومة الإسرائيلية. هي مجلس إشكول، مساحته على وجه التحديد 380 كيلومتر مربع. هناك سكانه يصل تعدادهم إلى قرابة 13 ألف مستوطن يعيشون في 32 مستوطنة. مجلس أشكلون، أي مجلس عسقلان، يقع على بعد 175 متر مربع أو كيلو متر مربع، يعيش فيه حوالي 17 ألف. المجلس الثالث مجلس شعر هنيجب، وهو يمتد لمساحة 180 كيلومتر مربع وفيه 11 مستوطنة. الاشتباكات الدائرة في الوقت الحالي تدور في سديروت، في أبانيم، في كفار عام، في كفار عزة وغيرها من المستوطنات التي لم يتم الإعلان عما يحصل داخلها. ولكن نلحظ بأن الأمور فعليا ربما تخرج عن السيطرة منذ أو اليوم الثالث على وجه التحديد. لم تتمكن القوات الإسرائيلية بكل عتادها وبكل أجهزة الاستطلاع والرصد والمتابعة والقوات العاملة بالميدان أن تقوم ب يعني اعتقال أو اغتيال المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة. ليلة أمس وعند ساعات الفجر ربما دار الحديث إسرائيليا ولكن بصورة غير رسمية بأن هناك عمليات تسلل تجري عن طريق أنفاق للمقاومة الفلسطينية. تمكنوا من الدخول وتمكنوا أيضا من أسر عدد من الجنود الآخرين حسب بعض المصادر التي تحدثت. ما يريدون الآن بأنه القصف يستمر حتى هذه اللحظات في مناطق متفرقة من منطقة غلاف غزة. يوم أمس شهدنا قصف مكثف للمناطق الحدودية حتى تدمير أو حتى يتم
تدمير بنية أنفاق لربما حسب بعض الأقوال الإسرائيلية. ولكن بكل الأحوال نلحظ بأن الأمور في منطقة غلاف غزة تحولت، أو الحياة تحولت إلى حياة معدومة. لا يوجد أي تحركات للإسرائيليين أو المستوطنين الإسرائيليين، سوى فقط نلحظ حافلات تقل جنود من جنود الاحتياط. عدد الوحدات العاملة يزداد في كل ساعة إلى مئات من الجنود الإسرائيليين. ولكن أيضا مهم. الحشودات التي نلحظها أمامنا في هذه الصورة فعليا تدل على أن ستستمر إسرائيل وسيستمر المستوى الإسرائيلي بإرسال مزيد من الحشود العسكرية الإسرائيلية باتجاه منطقة غلاف غزة، لربما تمهيدا لاحتلال جزء من المناطق الحدودية داخل السياج الحدودي، أي داخل المناطق الإسرائيلية الفلسطينية عفوا. وهذا طبعا قد يكون مقدمة لربما اجتياح بري كما يرى البعض. ولكن هل ستقدم إسرائيل على مثل هذا الاجتياح البري؟ لأنها ستتكبد خسائر كبيرة جدا. لاحظنا أيضا كمية القصف التي تعرضت لها مناطق جباليا وخان يونس وحي الشجاعية ومناطق أم النصر والقرية البدوية. لاحظنا بأن القصف كان على أطراف تلك المناطق عنيف جدا، لربما تمهيدا لقصف جوي يتبعه أيضا قصف مدفعي، وبعد ذلك ربما تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية بقوات ليست بالمشاة بل قوات من أسلحة المدفعية، وكذلك ناقلات الجند المدرعة والمصفحة، إذ أن هناك تعليمات وتم تشكيل فعليا يعني غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث داخل غلاف غزة. بكل الأحوال أستطيع التأكيد بأن القصف لا زال حتى الآن مستمر. بين الفينة والأخرى نستمع إلى أصوات انفجارات عنيفة تنطلق قرب الحدود مع قطاع غزة. لا نعرف مصدر هذا القصف، ولكن قد يكون من خلال المدفعية الإسرائيلية أو من خلال البوارج الحربية في نعم. شاطئ زكيم، حيث هناك قاعدة أيضا حربية. بكل الأحوال هنا أستطيع القول بأن المنطقة يعني نصب فيها عدد كبير من الحواجز الإسرائيلية. يتم التدقيق والتفتيش، لأن هناك عدد من المسلحين لا زالوا فعليا طلقاء